نقولها بفن. قول فور بلايند. نتعلم، نتغير، نتطور. نتعلم، نتغير، نتطور. اهلا بيكم حلقه جديده من بودكاست نقولها بفن. قبل اي حاجه كل الدعم لاهالينا في دوله فلسطين، ربنا ان شاء الله هينصركم. رساله الى مكفوفين دوله فلسطين، احنا كفريق على استعداد تام ان احنا نقدم كل خدماتنا ليكم. لو اي حد محتاج خدمه من الخدمات اللي احنا بنقوم بيها، وحتى لو ما بنقومش بيها وفي استطاعتنا ان احنا نعملها، اكيد مش هنتاخر. اي حد محتاج جانب تعليمي، جانب توعوي، اي حاجة نقدر نقوم بيها، اكيد مش هنتأخر. تواصلوا معانا على طول، باب All for Blind دايما مفتوح ليكم. ورسالة للدول اللي بتأيد الكيان، مهما زيفتوا الحقائق ومهما قلتوا، هتفضل فلسطين عربية وهيفضل الشعب الفلسطيني صامد. بأكد تاني كل الدعم لأهالينا وإخواتنا في دولة فلسطين. النهاردة معانا حوار مع الفنانة فدرة، هنتعرف عليها أكتر وهنشوف عارفة إيه عن المكفوفين. يا رب الحوار ينال إعجابكم. أنتوا بتسمعوني، معاكم مؤمن مصطفى. يا أستاذة فدرة، منورانا في نقولها بفن. الله يخليك يا مؤمن، ميرسي انك انت مستضيفني. أستاذة فدرة، ما ينفعش نبدأ كلامنا من غير ما نوجه رسالة لأهالينا في دولة فلسطين. حضرتك تحبي تقول لهم إيه النهاردة؟ عايزه اقول لهم ان احنا معاكم بكل كياننا، معاكم بعقولنا وقلوبنا وبنشر الكلمه، ويعني بننام وبنصحى عايزين نعرف ايه اللي بيحصل معاكم، متابعين كل خطوه. يعني بنعمل كل اللي نقدر عليه. وعايزه اقول لهم اصمدوا، اصمدوا، انتوا اشرف ناس واحسن ناس، فاصمدوا علشان ده وقت الصمود، وإن شاء الله ربنا هيزيل الغمة دي قريب إن شاء الله. ان شاء الله. استاذه فدرة، زي ما اتكلمت مع حضرتك، احنا الهدف من نقولها في فن ان احنا بنوجه رسائل توعويه للمجتمع ان الشخص الكفيف قادر يتفاعل مع مختلف فئات المجتمع. لما حضرتك بتسمعي كلمه كفيف، ايه اول حاجه بتيجي في ذهنك؟ بصراحة دايما كلمة كفيف كانت عندي وأنا بكبر إنه في حاجة عائق في طريق الإنسان. م. بصراحة بعدين اتعرفت على شخص كفيف، حصل تعامل مباشر ما بين حد يعني؟ ومباشر مع صديق مقرب جميل جدا كفيف. وأنا فاكرة أول ما اتعاملت معاه كنت مش عارفة أتعامل إزاي، مش عارفة أعمل إيه، وبعدين اكتشفت إن هو شايف أحسن مني. م. الحقيقة ان هو شايف الدنيا احسن مني وعارف يتعامل معاها كويس قوي 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 قوي. وكان عارف ان انا مرتبكة، يعني هو كان حاسس في الاول، اول ما اتعرفنا على بعض كان حاسس ان انا مرتبكة. م. الارتباك ده زي ما حضرتك قلتي نتيجه ان مفيش التوعيه الكافيه. كانت اول مرة. م. كان اول مره يبقى فيه تعامل، مؤمن، وبعد كده حصل تعاون. كان اول مرة ليا اتعامل مع حد خفيف. طيب استاذه فدرة، في اعمال كتير اتقدمت بتتناول حياه المكفوفين، وكمان انا هستغل ان حضرتك مخرجه وعايز اسال حضرتك رايك ايه في الاعمال بشكل عام اللي تناولت حياه المكفوفين. هل شايفاها اكترها ايجابي، اكترها سلبي، ولا ما تقدريش تقيمي الموضوع بما انك مش في الصوره قوي يعني؟ بص، انا ما اقدرش اقيم الموضوع، بس اقدر اقول لك ان انا مثلا ما اعرفش، وقول لي اذا انا صح ولا لا. انا فيلم زي الكيت كات بالنسبة لي امم. كان فيلم عن حد كفيف لكن عنده قوة خارقة. بالنسبة لي امم. كانت نفسيته خارقة، وكان غالبا بصير أكتر مننا. أنا كنت حاسة يمكن. شخصية الشيخ حسني دي جدا مثلا، كنت حاساها ومصدقاها، امم. كنت مصدقة كل تفاصيلها. الشيخ حسني تحديدا، وكان في طبعا طه حسين. اه اكيد. يعني فأيوه، نقدر نقول ان دول ابرز شخصيتين حضرتك لمسوا معاكي في تناول الاعمال الدراميه عن الشخص الكفيف. طيب لو حضرتك يعني جات لك فرصه انك تلعبي دور لسيده كفيفه، هل هتقبلي ولا هترفضي؟ وسواء في حاله القبول او الرفض هيكون ايه السبب؟ ما هو إيه اللي يخليني ما أقبلش؟ طبعا لا، أنا مم. طبعا ما فيش حاجة اسمها إنك ترفض الدور لأنه دور شخص كفيف. بالعكس، هو دور الكفيف ده بيبقى تحدي كبير. ومنهم مم. مثلا برضو هرجع اقول لك الباتشينو في سانت اوف وومن، ده كان بقى بديع، ده كان دور بديع يعني.
مم. هو عايز طبعا يتذاكر، ولازم يحصل فيه ريسيرش، ولازم نتعايش مع حد كفيف بجد. مم. مش نقرا بس، او نسمع بس، او نتفرج على افلام. هي عايزه معايشه، هي عايزه اكيد. معايشه طبعا. طيب هروح للحتة الإخراجية، والحقيقة من ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها كمكفوفين فكرة ان يبقى الأعمال على المنصات فيها نسخ بتدعم فكرة الوصف الصوتي للمكفوفين، وده حصل قبل كده زي فكرة مسلسل ما وراء الطبيعة. لو حضرتك بتخرجي عمل وعرض عليكي فكرة الوصف الصوتي، هل هتكوني متحمسة انك تبداي تطبقيه؟ اه طبعا. امم. اه طبعا، انا يعني. هقول لك حاجه مهمة، هو مين اللي مش هيبقى متحمس لحاجه زي دي؟ هل امم. عمرك سمعت عن حد مثلا ممكن يبقى رافض لفكره زي دي؟ انا شخصيا ما اظنش ابدا ان احنا ممكن في حاجه زي دي. يعني بيتقال ويمكن ده برضو راجع شوية لفكرة عدم التوعية، ان الوصف الزيادة ده ممكن يخلي المشاهد المبصر يشعر بالملل، ولكن الموضوع ده الحقيقة ليه حلول في ظل التقنية الرقمية، وتطبق بالفعل في مسلسل ما وراء الطبيعة. المسلسل نفسه بيترفع بأكتر من نسخة، يعني نسخة بتدعم الوصف الصوتي، نسخة ما بتدعموش. بالظبط، ما هو ده اللي انا قصدي عليه. انت عندك نسخه للناس اللي مش محتاجين، وعندك نسخه للكفيف. فين وجهه الصراع؟ مفيش صراع هنا. بالظبط. طيب برضو من ضمن الأسئلة اللي حابب أسألها لحضرتك، لو جات لك الفرصة إنك تدعمي عرض مسرحي أو تخرجي عرض مسرحي يكون أبطاله مش بس من المكفوفين، من ذوي الاحتياجات، هل تجربة ممكن تحبي إنك تعمليها؟ طبعا. مم. طبعا. يعني ما اظنش برضو تاني يا مؤمن، احنا كلنا بشكل عام البشر بيحبوا يخشوا في تجارب فيها دعم للناس، بس يعني ايا هو كانت أكيد طبعا ما حدش ايا يرفض كانت الفكرة، بس ممكن حد يكون شايف إنه مش هيقدر يأديها، فعشان هنا فكرة السؤال نفسه. لا، مش. لو لا اكيد ابقى عايزه اجرب وابذل مجهود واكيد طبعا، اكيد طبعا احب ان انا اعمل حاجه زي دي. أستاذة فضرة، خلينا نروح شوية بقى للتعرف أكتر على حضرتك. يعني إيه الهوايات اللي حضرتك بتحبي تعمليها في وقت الفراغ لما ما يكونش فيه أعمال؟ انا بحب الرياضه جدا جدا. مم. فانا ست بحب اروح الجيم، بحب العب رياضه، وبحب اقرا، بحب اتفرج على يعني افلام. مشاهد بقى إيجار قديم بقى، الرياضة والجري ما كانتش من فراغ بقى؟ لا خالص، مش من فراغ مم. ابدا، لا خالص. انا بحب مم. الجري جدا اكشلي. وبتمرن مم. بتاع مثلا ممكن من 6 ل 8 ساعات في الاسبوع. ده هايل. بحب القرايه جدا، بحب اتفرج على افلام جدا، بحب اتمشى، بحب اتفرج على الطبيعه. يعني انا ممكن اقعد كده اتفرج على كائنات ربنا تتصرف مع بعض ازاي. يعني بحب المديتيشن كمان قوي. ده جميل جدا. طيب الفترة الجاية إن شاء الله، هل في حاجة هنشوفها لحضرتك؟ الحقيقه لسه ما رستش على حاجه عجباني خالص لحد دلوقتي، وربنا يسهل وتيجي حاجه عجباني يا رب. ان شاء الله. طبعا احنا عندنا في شهر اكتوبر التوعيه باليوم العالمي للعصا البيضاء. يمكن شويه الموضوع السنه دي مش في مصر بس، في العالم كله العالم ما كانش فيه تسليط الضوء عليه بشكل كبير بسبب الظروف والاحداث اللي احنا كلنا بنمر بيها. ولكن برضو عايز اسال حضرتك، هل عندك فكره عن العصايه البيضاء اللي بيستخدمها المكفوفين؟ ايوه طبعا، ما امم. صديقي كان بيستخدمها. اه، يعني حضرتك كنت بتشوفيه وهو فعلا بيقدر يعتمد على نفسه من خلالها، ويقدر ان هو اي، يمارس حياته يعني بيها. مظبوط مظبوط. يعني انا جميل. انا مره قابلت عمار الشريعي اه زمان، طبعا. امم. وانا كنت رايحه له البيت معايا ناس. المهم ان انا لما دخلت ما كنتش برضو عارفه هتوقع ايه، بس لقيته هو بيقوم وبيمد ايده بيسلم عليا في نفس التوقيت اللي انا بمد ايدي واسلم عليه. وانا كنت حاسه ان قاعده مع حد بصير الحقيقه، ولدرجه ان انا وطيت على حد جنبي قلت لهم يا جماعه انتوا متاكدين ان هو كفيف؟ اه، في ناس بتستغرب من مواقف فعلا. بستغرب لا جدا. وبرضه استاذ الاستاذ عمرو عمار بالذات، استاذ البيانيست عمار يعني كان سابق عمل عصره فعلا. برضه الاستاذ عمرو سليم البيانيست الفنان الجميل. اه طبعا. امم. صديق برضه، وهو كفيف، وعمري ما حسيت انه كفيف، عمري. امم. يعني الحقيقه كلها رسائل وكلام مهم من حضرتك. طيب في ختام حوارنا، لو حضرتك هتوصلي رساله للمجتمع في التعامل مع المكفوفين، ولو هتوجهي رساله للمكفوفين، حضرتك هتقول لهم ايه؟ اقول للمجتمع مبدئيا ان احنا الفرق بين الانسان والانسان
العقل والقلب. اوكي. مم. والإنسان موجود في الدنيا دي علشان يسند الإنسان اللي جنبه. خلي بالك أنت ممكن تبقى إنسان مش ناقصك أي حاسة من حواسك ومحتاج سندة. إحنا موجودين نسند بعض. إحنا موجودين مم. كمان علشان نخلق فرص للناس اللي عندهم قدرات خاصة، ولازم نتعامل معاهم على انهم عندهم طاقات قد تكون اكبر من طاقاتنا احنا. انا بس عايزه اقول للمكفوفين ان انا عمري ما حسيت وانا قاعده مع اي حد كفيف ان هو مكفوف. انا عمري ما حسيت ان هو عنده ليميت، عمري ما حسيت ان هو عنده حاجه زي الحدود مش قادر يعديها بصراحه. فكملوا وحاربوا علشان توصلوا للحتت اللي انتوا عايزينها في المجتمع ده، في الحياه دي. انا عن نفسي وايم شور انه ناس كتيره جدا عمرهم ما حسوا بان انتوا محدودين باي شكل من الاشكال. فكملوا، ويمكن انتوا كمان احب ان انتوا حد يطلع يقول حياته كمكفوف عامله ازاي. احنا على طول بنحاول نخمن، فالحوار ده بيبقى رايح جاي، يبقى يعني في تنوير لينا وليكوا، عارف. رسالة مهمة جدا من حضرتك، وأكيد أنا بتفق معاكي في كل كلمة قلتيها. في نهاية حوارنا هعرض على حضرتك حاجة إحنا بنلعبها مع كل فنان، وليك الحق إنك تقبليها أو ترفضيها. إحنا بنلعب لعبة بسيطة كده زي فكرة تحدي على فيسبوك، إن حضرتك تنزلي فيديو تقولي فيه معلومة عن المكفوفين، أي معلومة بيلعبوا، مثلا لعبة معينة، طريقة لعبة معينة، حاجة خاصة بطريقة برايل، حاجة عن العصاية ماشي. البيضاء، أي حاجه حضرتك تختاريها. وزي فكره تحدي ان حضرتك بتوجهي التحدي لاي حد ان هو كمان يقدم معلومه. فحضرتك تحبي تلعبي معانا اللعبه دي؟ العب معاك تمام. اللعبه دي. اوكي خلاص، يبقى ان شاء الله هننتظر من حضرتك الفيديو. ودي كانت حلقه انا عن نفسي استمتعت بيها جدا، لان انا على المستوى الشخصي بحب اكيد تمثيل حضرتك واداء حضرتك. ونتمنى ان احنا دايما نشوفك وتمتعينا في اعمال جديده وجميله. استاذه فضرة، نورتينا في نقولها في فن. الله يخليك، تسلم لي، وميرسي يا مؤمن على اللقاء اللطيف قوي ده. شكرا لحضرتك، يا رب يكون الحوار نال اعجاب حضراتكم، واستنونا وحلقه جديده من بودكاست نقولها بفن. كنت معاكم مؤمن مصطفى. نقولها بفن. قول فور بلايند. نتعلم، نتغير، نتطور. نتعلم، نتغير، نتطور.